وعندما نتواجد مع حضراتكم داخل العديد من صالات العرض في ايدكس 25، وتلاقي العارضين العرب، احنا هنا بنتكلم على يعني شراكات مختلفة أو اشتراكات عديدة. وبننتقل مع حضراتكم من واحدة من صالات العرض إلى أخرى، وبنأكد دوما على أن المشاركين هنا في ايدكس 25 باختلاف انتماءاتهم وتنوعهم بيستعرضوا يعني جزء من صناعاتهم الدفاعية، يعني كل هذه الأعلام المتواجدة يعني مع حضراتكم في الكادر بتأكد على أن اشتراك العديد من الدول في ايدكس 25 بالصورة اللي هي موجودة قدام حضراتكم ممثلة في أعلام كل هذه الدول، بتأكد دوما على أن ايدكس 25 كواحدة من المعارض المتميزة للصناعات العسكرية في تواجدها هنا في قلب القاهرة على مدار 4 أيام، من الأول حتى الرابع من ديسمبر 2025، وحتى ان رقم 4 ايضا له تميز معانا، واحنا بنتكلم على العام الرابع او السنه الرابعه لايدكس 25، المعرض المتميز لوزاره الدفاع المصريه، واللي فيه الكثير من العارضين باختلاف انتماءاتهم ودولهم. يعني كنا بننتقل مع حضراتكم من صاله الى اخرى داخل صالات العرض هنا في ايدكس 25، حتى ان انتم لما بتشوفوا بطريقه او باخرى حتى الدرونز الصغيره اللي موجوده قدام حضراتكم، احنا بنتكلم على يعني ما يتم استخدامه سواء كان لقدرات استطلاعيه او يعني معرفيه او تصوير او الوقوف على اوضاع ما، حتى يعني الانتقال من مرحله الى مرحله. واللي موجود يا سيدات والساده هنا في ايدكس 25 من تنوع العارضين باختلاف انتماءاتهم، ووجود العديد من الدول او حتى الوفود التي تشارك ما هو متواجد. يعني لما يكون سكاي ساكر اللي هو بتكلم على الدرون الصينيه كواحده من الدرونز المتواجده او الطائرات المسيره، ويعني ده جزء من الموجود، وهتلاقوه هنا ايضا في الصوره المتواجده في الخلفيه قدام حضراتكم. احنا بنتكلم على يعني استغلال التكنولوجيا المختلفه، واهميه ان تكون هناك استفاده بشراكات عديده، وان كانت هناك العديد من الدول قد تبقي هذه التكنولوجيا محدوده على دول صديقه او غيرها. والاجمل ايها الساده والساده ان تبقي كل دوله جزءا من امكانياتها، ربما يكون غير معلن، لكن الاهم واحنا معاكم في ايدكس 25 بنقول لحضراتكم ان هذا المعرض المتميز في عامه الرابع فيه الكثير من الحرفيه، سواء كان للعارضين او حتى المشاركين فيه او الزائرين مثلي ومثلكم، سواء كان من خلال تواجدكم على قناتنا او تواجدكم في المعرض فيزيكال. شكرا لكم يا ساده والساده.